السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد النهارده، ووصفة حلوة قوي هتعجبكم. حاجة جميلة جدا، مش مكلفة خالص، وفي الجو البرد اللي احنا فيه ده هتدفي بطريقة فظيعة. طبعا كلنا عمالين عايزين محتارين على حاجة مسكرة، والحاجات كلها اسعارها في فوق خالص في السحاب. عشان اروح اشتري شوية لقمة القضا زي دول كده هيديني 5 وحدات كده ب10 ولا ب15 جنيه. بصوا انا والله العظيم عملتها بطريقة جميلة جدا، ومش هتتكلف زيت، يعني مش هتاخد منك زيت ولا حتى كمان بيض. هي مجرد حبه شويه دقيق وشويه سكر فقط لا غير. يعني لو انت جبت التموين بتاعك هتقدري ان انت تعمليه. تمام. نصلي على رسول الله كده ونبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معانا هحط كوبايه ونص سكر، تمام كده، وكوبايه ونص من الميه. مش هتقولي مسكره يا مدنيا، هقول لك لا، مش هتبقى، يعني السكر بتاعها هيظبط معانا. تمام كده. لازم السكر لقمه القاضي بتاعتنا لازم يبقى ايه، لازم يبقى السكر بتاعها إيه، تقيل شويتين، يعني لازم يبقى تقيل. طبعا ايه يعني إيه، غير الشربات او غير العسل بتاع الايه مثلا البسبوسه او اي حلويات تانية. ده العسل بتاع الجلاش برضو لازم بيبقى بنفس الطريقه دي كده. يعني عسل الجلاش لازم يبقى بنفس الطريقه برضو، اللي هو وبلح الشام برضو بيبقى بنفس الطريقه دي، برضو بيبقى نفس العسل ده. اللي هو يعني ايه، اللي هو بقى العسل بتاعنا بيبقى تقيل، كوبايه ونص سكر لكوبايه ونص ايه من الميه. تمام كده يا حبايب قلبي. وطبعا حطيت عليه ذره من او شويه صغيرين كده من الفانيليا. عايزه تحطي دلوقتي عادي، كويس عادي حطي. عايزه تحطي بعد ما تطفي عليها عادي برضو. حطيت معلقه عسل نحل كده زي ما احنا شايفين مع بعض اهو. وبدات ان انا ايه احطها على البوتاجاز غلى 3 4، يعني ممكن دقيقة ونص أو دقيقتين كده بعد الغليان اللي هو بعد ما الغليان اللي هو القوي يعني. تمام كده، يعني مثلا يغلي اهو، بس ما يدخل في درجة غليان شديدة، دقيقة ونص بالظبط واحسبيها. وبعدين هتحطيه في حاجة بقى، هنحط بقى في ايه، في المية الباردة، في حاجة عشان يبرد معانا. تمام، يعني انا ما حسبتوش في الحلة بتاعته، انا نقلته في حاجة تانية عشان يبرد معانا. تمام كده. بدأت ان انا بقى هجيب معايا دلوقتي الدقيق بتاعي عبارة عن ايه. هو لو انت عايزه تحطي كوبايه واحده دقيق ماشي تمام. الكوبايه الواحده ليها معلقه سكر، وليها ذره ملح صغيره، وليها معلقه ايه، معلقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، معلقه نشا. معلقه نشا واحده عشان ايه تبقى كويسه معاك. انا هنا دلوقتي حطيت معاه 4 كوبايات، لان انا حطيت مج كبير، والمج الكبير عندي بكوبايتين من العاديين اللي هو ده كده. بدات ان انا احط معايا دلوقتي الميه على البوتاجاز بتاعي، حله فاضيه كده. وحطيت فيها مليت 2 مج اللي هو ال4 كوبايات من الايه، من الميه. 4 كوبايات من الميه اخدوا معايا 4 كوبايات من الدقيق، اخدوا معايا 4 معالق من السكر، اخدوا معايا 4 معالق من ايه، من الزيت. تمام كده. يبقى هو ده المقدار بتاعنا المظبوط بالنسبه لايه، لبلح الشام او للايه، او للقمه القاضي. لقمه القاضي دي هي نفس العجينه دي بتاعت بلح الشام برضو. بس انا بقى ما كانش عندي القمه بتاع بلح الشام، فعملتها ايه مدوره كده، هتشوفها دلوقتي. يعني هي دي نفس طريقه برضو بلح الشام. لو انت عندك إيه اللي هو يعني القمع بتاع بلح الشام، عادي اعملي بيه، هيعمل نفس الطريقه بتاعته دي برضو. طبعا انا حطيت الميه مع السكر مع ذره ملح صغيره كده مع الزيت، يعني 4 كوبايات ميه، 4 معالق زيت، 4 معالق سكر، ذره ملح صغيره خالص تعادل الطعم بتاعنا بس. وبدات ان انا ايه اسيبه كده لحد اول ما هيغلي معانا اهو على البوتاجاز. هكون انا محضره معايا 4 كوبايات من الدقيق، ونخلاهم كويس، وعليهم عليهم 3 معالق من الايه، من النشا، او يعني نص فنجان كده من النشا اهو زي ما احنا شايفين كده. بصوا، بدات اول ما غلت كده الميه دخلت في الغليان، بدات ان انا ايه، ان انا يعني ايه انزلها معايا كده، وابدا ان انا ايه اسويها في الميه بتاعتي زي ما احنا شايفين كده مع بعض اهو. بصوا بقى، عشان ما تخرصش منك وتبقى حته بيضه كده، وحته فيها دقيق وحته مش فيها دقيق. هقول لك على طريقه حلوه قوي هتعملها بيها دلوقتي. بصي بقى، هي طبعا الوقت كده انا مش عارفه ان انا اتحكم فيها. هاخدها معايا واروح فين، واروح على الرخامه بتاعتي زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض كده. هروح على الرخامه بتاعتي اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو وصلت معايا لهنا يا ريت يا ريت يا ريت تضغطي لايك، وما تنسيش تنزلي تحت في التعليقات تقولي لي ايه رايك في الايه، في الفيديو بتاعنا. تمام كده. انا اخدتها بقى على الرخامه، هي سخنه خالص، سخنه خالص، الميه كانت بتغلي وهي سخنه. ده بقى اللي هيخليها تبقى معاكي طريه وحلوه قوي. على قد ما تتحملي درجه حراره ايدك كده، وابداي ان انت ايه اعجني فيها على الايه، على الرخامه كده زي ما احنا شايفين اهو. بصوا لازم تعجنيها وهي سخنه كده، بحيث ان هي بصي معاكي، عم بصي اهي، لان الكميه عندي كانت ما شاء الله كبيره، كنت عامله 4 كوبايات.
فبدات ان انا بقى ايه اديها رايح جاي كده على الرخامه لحد لما دخلت في بعضها، وبقت ايه، وبقت زي ما احنا شايفين كده دلوقتي. حطيتها في كيس نايلون كده، كيس عادي خالص، عشان ما تنشفش مني في الهواء. تمام. بدات بقى ان انا بسم الله ما شاء الله كده لا قوه الا بالله، ان انا اعملها كده ايه زي ما انتم شايفين كده، كور صغيره خالص اهي. تمام كده. من غير بقى تشكيل ومن غير حاجه، لان انا جيت ادور على القمع البلح بتاع الشام بتاعي، للاسف ما لقيتوش والله. مش عارفه مين اللي خده وما جابوش. تمام كده. فبعدين بقى اهو. بدات ان انا بقى اشتغل كده فيها هواني، زي ما احنا شايفين كده. كل الكميه بتاعتي عملتها زي ما انتم شايفين كده الاول، وبعد كده قمت بقى ايه على الزيت بتاعنا. بعد ما هخلص الكميه كلها هقوم رايحه ايه على الزيت بتاعي يبقى بارد بارد بارد، الزيت بارد. يعني انا حطيته الاول الكور كده في الزيت اهو، زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي معايا. الزيت بارد خالص اهو، شايفين. انا كنت طبعا عملت فيه مره، كنت بجرب هتبقى كويسه ولا لا. فيعني بجرب في شويه صغيرين كده اشوف الاول هتبقى حلوه ولا لا. طبعا لا احتاجت بيض ولا احتاجت تشكيل ولا احتاجت اي حاجه، يعني هتقومي تعمليها دلوقتي اهو. انت بصي مش هتحسي بان انت عملت حاجه والله العظيم، وما خدتش زيت. ليه بقى؟ لان مفيش فيها بيكنج باودر. اللي فيها بيكنج باودر هي اللي ممكن تشرب زيت، واللي فيها بيض برضه هي اللي ممكن تشرب زيت. والله دي ما شربت زيت خالص، يمكن ما خدتش ايه الاربع كوبايات، يمكن ما خدوش نص كوبايه زيت، يعني ما شربتش نص كوبايه زيت. تمام كده. زي ما احنا شايفين اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله. هي بتحطي بقى فيها بتحطها في الزيت. الاول ما بتطلع على الوش كده ما تقلبهاش خالص ولا تيجي جنبها نهائي. هي اول ما بتطلع على الوش كده، بص انا حسيت ان الزيت بتاعها سخن قوي، فبدات ان انا احط عليها زيت بارد. تمام كده عشان يسويها من جوه. انت هتحس ان هي الاول نايمه كده، يعني هتبقى تحت كده في ارضيه الزيت. بعد كده هتطفو على فوق كده. اول ما تطفو لفوق بقى ابداي انت ايه، ابداي انت قلبيها. لكن ما تقلبهاش خالص طول ما هي ايه في الزيت من تحت. اما تطفو على وش الزيت كده ابداي انت بقى قلبيها. ودي كانت معانا بقى زي ما انتم شايفين كده لقمه القضا بتاعتنا. طبعا انا كل ما اطلع دور ما لاقوهوش، ما شاء الله بالف هنا. كل ما اطلع دور ما لاقوهوش. فدول اللي لحقت ان انا اصورهم معاكم بقى. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بقول لكم ان هي ما شاء الله بصوا عامله ازاي من جوه. جميله جدا جدا جدا، حلوه قوي قوي قوي. مستويه وجميله جدا. اهم حاجه الزيت بتاعك يكون بارد، يعني كل ما تحط دور برد الزيت خالص، وبعدين حط ايه دور تاني. كل ما تحط دور برد الزيت خالص وبعدين حط دور تاني. شايفين ما شاء الله انا بوريها لكم. جميله جدا جدا جدا، حلوه قوي 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 قوي. ناشفه وجميله قوي بصراحه، حلوه قوي. وكمان لما باتت تاني يوم كانت بقت احلى واحلى كمان. تمام كده. عايزه تعملي مشروع في بيتك اعمليه، مفيش مشاكل. عايزه تعملي لعيالك حاجه بسيطه كده بسرعه من غير يعني على الاكل كده بسرعه، ماشي اعملي لهم. براحتك خالص اللي انت شايفاه بقى اعمليه. يعني ما شاء الله شايفين حلوه قوي 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 ازاي، جميله قوي قوي قوي. بجد انا اكلت منها، يعني اكلت قعدت اكل منها لما لحد يعني ما اقولكيش ما شاء الله لا قوه الا بالله، حلوه قوي. بصوا معسله بقى كده وشاربه العسل بتاعها وجميله جدا. زي ما قلت لكم التركه بتاعتنا ان احنا لازم نحط الزيت بتاعنا يكون بارد. تاني حاجه بقى ان احنا هنحط معانا هنجيبها وهي سخنه كده، نفضل نعجن فيها بسرعه بسرعه كده عشان تبقى كويسه معانا كده. تمام. زي ما احنا شايفين اهو. لو عجبكم الفيديو بتاعنا يا ريت ما تنسوش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.